السلام عليكم البنات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه. اليوم غادي نشارك معكم وصفه ديال كيكه المول العجيب اللي كتجي هشيشه وبكريمه جد رائعه. الا كنتوا اول مره كتشوفوا العشان ديالي ما تنساوش ديروا لايك وتفعلوا الجرس وتابوناو معايا بطبيعه الحال. ندوزو باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. دونك اول حاجه كنديرو هي اننا كنخلطوا 3 ديال البيضات مع ساشي ديال فاني وكاس ديال السنيده. كنطربوهم مزيان بالخلاط الكهربائي حتى كيولي لنا الخليط ابيض، ومن بعد عاد كنبداو نضيفو في العناصر الاخرى. من بعد ما كيولي لنا الخليط على هذا الشكل هذا، فاحنا غادي نضيفو كاس ديال الزيت وغادي نستمروا في الخلط، ولكن غنخلطوا غير شويه هاد المره. صافي، من بعد غادي نضيفو واحد ياغورت وغادي نستمروا في الخلط بالضرب اليدوي. غادي نضيفو 3 ديال الخمارات ونحركو مزيان. بالنسبه للدقيق فغنبقاو نضيفوه بشويه بشويه. مهم ان الكيكه ديالنا خصها تكون خفيفه ما تكونش ثقيله. طبيعه الحال الدقيق ديجا غربلتو كيكون من النوع الممتاز ديال الحلويات. صافي، من بعد ما كنحصلوا على القوام ديال الكيكه اللي بغينا، فحنا كناخذوا المول ديالنا بعد ما كنكونوا دهناه بالزبده والدقيق وكنفرغوا فيه الخليط ديالنا. كنهزوا ايدينا للفوق صافي وكنفرغوا الخليط كامل، ومن بعد غندخلوها الفران باش طيب لينا ونرجع معكم. حضر غادي نوجد السيرو اللي غنسقي به الكيكه ديالي. فانا درت هنايا تقريبا كاس مع مرش ديال الليمون، وغنزيد عليه معلقه كبيره ولكن ما تكونش عامره ديال السنيده، وغنديرو فوق البوطه تيغلى، حيت خصو يكون يا اما هو سخون
يا اما الكيكه سخونه. دونك انا ملي غنخرج الكيكه سخونه، هذا خصو يكون بارد. داكشي علاش غادي نوجدو دابا باش يبرد ليا، باش ملي توجد الكيكه نسقيه بها. فهنايا البنات من بعد ما طابت لي الكيكه ديالي كتجي على هذا الشكل. نسيت ما قلت لكمش اني درت شوكولا فيغماسيل. دابا غادي نبدا نسقيها بالسيرو اللي كيكون برد تماما. كندير في جميع الجوانب هكا. هي مازال سخونه، كما كتشوفوها كتجي رطبه اسفنجيه. كنزوقها من هنا من الجناب بالشوكولا فيغماسيل. من بعد عاد غادي نوجد دابا الكريمه. بالنسبه للكريمه اللي غادي ندير في الوسط، فانا غادي ناخذ كاسرول غندير فيها 3 ديال المعالق كبار ديال كريم باتيسير يكونوا عامرين مزيان، وغنضيف عليهم 2 معالق كبار ديال سنيده ونصف لتر ديال الحليب. نبقى نضيف الحليب بشويه بشويه مع التحراك باش ما يتكونوش ليا دوك الحبيبات. صافي من بعد ما نكمل الحليب ديالي، فانا كندير الكريمه فوق البوطه حتى كتعقد ليا، ومن بعد عاد غادي نخويها فوق الكيك. في دابا من بعد ما عقد ليا الكريم ديالي غنخويه هنا. وغادي ندخلها باش تبرد في الثلاجه. هنايا كفكره للديكوراسيون، فهنا درت شويه ديال الكاكاو وغادي نبقى نديرو غير هكا بشويه باش ما يتغطاش ليا الكريمه. انا بغيت غير نزوقها من الفوق هكا. تقدروا تزوقوا باللي بغيتو، المهم هذا مجرد اقتراح. فوالا البنات، دونك كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا ديال الكيكه. نتمنى انها تعجبكم. الى عجبتكم ما تنساوش تدعموني بلي لايك ديالكم، لي كومونتير. كما شفتوا كتجي هشيشه وزوينه، تقدروا تزوقوها باللي بغيتو من الفوق. و على بروشين فيديو ان شاء الله.